طابت أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. إريتريا تعرف على تجربتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. تقييم أنشطة إدارة إقليم جنوب البحر الأحمر. أعضاء القيادة الغربية يتبرعون بالدم. المحادثات النووية مع أمريكا، الصين تغلقها. الصين في مناورات عسكرية مع بيلاروسيا على الحدود مع بولندا. جنوب أوروبا يشهد درجات حرارة لاهبة وسط العديد من التحذيرات. إلى العناوين. عرفت سفارة إريتريا لدى الأمم المتحدة في نيويورك في ندوة نظمتها في 17 من يوليو تجربة إريتريا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة رقم 4، 5 و6 بشأن ضمان جودة التعليم والمساواة بين الجنسين وضمان تأمين المياه النقية والنظافة. وهدفت الندوة التي حضرها عدد كبير من أعضاء الأمم المتحدة بالإضافة إلى المسؤولين من الاتحادين الأفريقي والأمم المتحدة إلى تبادل الخبرات وتعزيز مشاركة الدول الأعضاء وتوضيح الروابط بين الأهداف لإيجاد الحلول الأفضل لمواجهة تحديات التنمية. وأوضح عضو وفد إريتريا مدير قسم الإحصائيات الإسكانية والاجتماعية السيدة حقوس أحمد عملية وأسلوب إعداد التقييم الوطني الطوعي الثاني لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ومدير قسم التعاون الدولي في وزارة المالية والتنمية الوطنية سيد سامسون برهاني الجهود المتواصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتبقية حتى العام 2030. كما قدم السيد مسفي المحاري من وزارة التعليم توضيحا مفصلا عن الهدف رقم 4، والسيدة يوهانا تولي من الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية عن الهدف رقم 5، والسيد ميكيل يوسف من قسم المياه عن الهدف رقم 6 وإنجازاتها. وقد شاركت منسقة مكتب الأمم المتحدة في إريتريا أفكارها حول جهود إريتريا ونتائجها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وشراكاتها مع الأمم المتحدة. وشهد نائب المستشار الخاص للأمين العام لشؤون أفريقيا كريستيان دورتوين ومشاركون آخرون بإريتريا لإنجازاتها. وكانت إريتريا قد قدمت التقييم الوطني الطوعي الثاني لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنتدى السياسي العالمي المستوى الذي عقد في 12 من يوليو في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. من جهة أخرى عقد الوفد الإريتري في المنتدى السياسي العالمي المستوى للأمم المتحدة سيمينارا عبر الفيديو الافتراضي لأفراد الجالية الإريترية في كندا ركزت على سير برامج التنمية. غيمت إدارة إقليم جنوب البحر الأحمر أنشطتها النصف السنوية في عقد اجتماع يوم 15 من يوليو في عصب. وشهد حاكم الإقليم السفير محمد سعيد مانتاي في الاجتماع بالمشاركة الشعبية وتنسيق المؤسسات العامة لتنفيذ فاعل البرامج الموضوعة. وقدمت في الاجتماع تقارير عن البرامج المنفذة في الخدمات الاجتماعية عامة ومياه الشرب والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والزراعة والثروة البحرية. وأشارت التقارير إلى المشاركة القوية للشعب في برامج التشجير وحماية التربة والمياه وتقديم الدعم للصيادين وإقامة مشاريع المياه في القرى وارتفاع استخدام المؤسسات الصحية والتعليمية. ودعا الاجتماع إلى بعد التقييم الذي أجراه إلى إيجاد حل لنواقص التجهيزات في المديريات ومواصلة أنشطة التوعية لرفع المشاركة في التعليم خاصة الطالبات. ودعا حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي في الختام إلى الدفع بالبرامج المرتكزة على الدراسات وتقوية التنسيق في النصف الثاني من السنة. قام أعضاء قوات الدفاع في القيادة الغربية بالتبرع الطوعي ب 144 كأس دم يوم 16 من يوليو. وأوضح عضو مكتب وزارة الصحة في إقليم القشبرك السيد تشفى ألم تولي في عملية التبرع التي شارك فيها أعضاء الفرق العسكرية 26 35 33 و28. أوضح أهمية وفوائد التبرع بالدم.
وقال رئيس الجمعية الوطنية للتبرع الطوعي بالدم في فرع إقليم القاشبركة سيد قبر مثقل باي إن عملية جمع أكياس الدم جارية من عمال المؤسسات الحكومية وقوات الدفاع بطريقة منتظمة من 50 إلى 70 كيس دم كل 10 أيام. وأشار إلى حل نسبي لنقص الدم في المؤسسات الصحية نتيجة الوعي المتنامي في أوساط المجتمع. وذكر المتبرعون بالدم بأن التبرع بالدم مسؤولية أخلاقية ووطنية ويجب ترسيخها كثقافة. كرم مكتب التعليم في مديرية قالا نفحي في 25 معلما مثاليا لعملهم المتفاني في العام الدراسي 2023-2024. وفي المناسبة التي جرت يوم 17 من يوليو قال مسؤول المكتب الأستاذ دانيال سلومون إن التكريم يهدف إلى تقديم وتشجيع المعلمين الذين قدموا مساهمة فاعلة لتحقيق أهداف عملية التعليمية. تضمن التكريم ميدالية وشهادات تقديرية وجوائز مالية. وأوضح مسؤول التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ بليهاب تقابر أن التكريم يخلق دافعا للمعلمين المكرمين ومصدر منافسة شريفة للآخرين. وقال مدير مديرية قالا نفحي السيد محاري يوهنس أن مهنة التعليم مهنة مثالية لتطوير وتحضر المجتمع، مؤكدا على الدور والتأثير الكبير لتشجيع المعلمين. وبالإضافة إلى الحوافز المقدمة للمعلمين المثاليين تم تقديم شهادات تقديرية للأفراد الذين ساهموا لتنشئة الطلاب بالقيم السمحة. أفاد مكتب التعليم في مديرية لوقو عنسبة بأن مبادرات تتخذ من الشعب والمؤسسات الشريكة لتقليل مصاعب العملية التعليمية تتضمن بناء وصيانة الفصول الدراسية وصيانة المباني وسور المدارس. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر يوم 12 من يوليو الجاري لتقييم أنشطة المدارس في العام الدراسي 2023-2024 بحضور إدارة الضواحي ولجان الآباء وشركاء العمل. وأشاد مسؤول التعليم في المديرية السيد سهاية برهاني في التقرير الذي قدمه بالمبادرة المتخذة لتكريم الطلاب من تلقي التعليم دون مصاعب، موضحا العمل لضمان الكفاءة المعلمين والطلاب والبنى التحتية والإشراف التعليمي والأنشطة الرياضية والصحية. من جانبه دعا مسؤول التعليم في إقليم القاشبركة الأستاذ محمد علي إبراهيم لتنسيق عمل جميع الشركاء لإيصال كفاءة التعليم لأعلى مستوى والتعرف على أسباب التغيب وإيجاد الحلول لها ومرور جميع الطلاب بالتعليم قبل النظامي. توجد 47 مدرسة في مديرية لوقو عنسبة التي تقدم الخدمات ل 11,179 طالب، من بينهم 48% طالبات. يقوم أعضاء جمعية سيارات الأجرة في الإقليم الأوسط بأنشطة بناء وصيانة المدرجات وإعداد الحفير للتشجير في مايد منت بمنطقة بيت قرقش. وأوضح منسق برنامج التنمية في الجمعية المهندس بنيام هبت ميكيل ورئيس الهيئة الإدارية سيد منقس أباي لوكالة إيرانا قيام الأعضاء بإعداد 450 حفرة للتشجير وبناء وصيانة 1800 متر من المدرجات في الفترة من 15 وحتى 18 من يوليو الجاري. وذكر بأن 200 عضو يشاركون يوميا في البرنامج للحلول دون انقطاع خدمات سيارات الأجرة للمواطنين. احتفظ الدراج بنيام قرماي الذي واصل لصناعة التاريخ في سباق فرنسا للدراجات رقم 111 مع نادي انتر مارشال البلجيكي بالقميص الأخضر، الذي حصل عليه في المرحلة الخامسة من الطواف بجمع أكبر نقاط، وذلك لليوم 14. وحقق بنيام ذلك بعد إنهاء المرحلة 18 اليوم دون خسارة أي نقاط. وقال بنيام بعد سقوطه في المرحلة 16 أنه سيواصل النضال من أجل القميص الأخضر، ولدى بنيام 387 نقطة حتى الآن، يليه البلجيكي فيليبسون عضو الفريق برصيد 354 نقطة. ويتوقع المحللون وعشاق سباق الدراجات أن يقوم بنيام توسيع فجوة النقاط أو أن يقوم فيليبسون بتضييقها في سباق النقاط الذي سيجرى في المرحلة 19 على مسافة 21 كيلومترا غدا.
الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أعلنت الصين تعليق المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن الحد من التسلح ومنع الانتشار النووي، موضحة أن هذا القرار جاء ردا على مبيعات واشنطن للأسلحة إلى تايوان. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان أمام الصحافة إن الولايات المتحدة تجاهلت معارضة الصين الصارمة واتخذت سلسلة من الإجراءات التي تغوض بشكل خطير المصالح الأساسية للصين. وأضاف المتحدث ردا على سؤال عن المحادثات بهذا الشأن بين بكين وواشنطن. لهذا السبب قررت الصين تعليق المفاوضات مع الولايات المتحدة التي تهدف إلى إجراء جولة جديدة من المشاورات بشأن الحد من الأسلحة ومنع الانتشار النووي. يتابع الغرب وخاصة منظمة شمال حلف الأطلسي الناتو بقلق كبير إقدام الصين على إجراء مناورات عسكرية مع جيش بيلاروسيا على الحدود البولندية، وقد يكون هذا بداية تواجد عسكري من بكين على الغرب وأساسا في أوروبا. وخلال الأيام الماضية ومع الذكرى 75 لتأسيس الحلف الأطلسي، بدأت القوات العسكرية الصينية والبيلاروسية مناورات مشتركة تعتبر الأولى من نوعها وبدون مشاركة روسية فاعلة باستثناء مراقبين. ووفق بيان رسمي صيني حول المناورات على خلفية مهمة مكافحة الإرهاب، ستجري القوات المشاركة من الجانبين تدريبات مختلطة وممارسات مهامة مثل إنقاذ الرهائن وعملية مكافحة الإرهاب بهدف تحسين مستوى التدريب وقابلية التشغيل البيني للقوات المشاركة وتعميق التعاون العملي بين جيشي البلدين. هذه المناورات تأتي بعد انضمام بيلاروسيا إلى منظمة شنغهاي للتعاون، وستجرى بشكل دوري وفقا لخبراء في الجيش الصيني. تشهد جنوب أوروبا موجة حر شديدة حيث تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية، ما دفع الدول إلى إصدار تحذيرات من الحرارة وحظر العمل في الهواء الطلق وفرض حظر التجوال أثناء النهار للنساء الحوامل والأطفال. وفي العديد من مدن جنوب أوروبا والبلقان اتخذت السلطات البلدية إجراءات الرعاية كبار السن، حيث تلقت طاقم الحماية المدنية نداءات الطائرات إسقاط المياه لإخماد حرائق الغابات التي اندلعت في جنوب إيطاليا وشمال مقدونيا. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية في عدة دول. وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الإسبانية أن درجات الحرارة قد تصل إلى 44 درجة مئوية في حوض النهر الوادي الكبير الجنوبي. أفرجت روسيا وأوكرانيا عن 190 أسير حرب في المجموع في عملية تبادل جديدة بعد أقل من شهر على صفقة مماثلة، حسب ما أعلن مسؤولون في موسكو وكييف. وقد أفرج عن آلاف من أسرى الحرب في أكثر من 50 عملية تبادل منذ اندلاع الحرب، وهي من المسائل القليلة التي تمكن الطرفان من إبرام صفقات بشأنها. وأكد كل من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ووزارة الدفاع الروسية الإفراج عن 95 من جنود كل طرف. وقالت وزارة الدفاع الروسية على التليجرام في ختام عملية مفاوضات عاد 95 عسكريا روسيا كانوا يواجهون خطر الموت في الاحتجاز من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. تذكير بالعناوين مرة أخرى. إريتريا تعرف على تجربتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. تقييم أنشطة إدارة إقليم جنوب البحر الأحمر. أعضاء القيادة الغربية يتبرعون بالدم. الصين تعلق المحادثات النووية مع أمريكا. الصين في مناورات عسكرية مع بيلاروسيا على الحدود مع بولندا. جنوب أوروبا يشهد درجات حرارة لاهبة وسط العديد من التحذيرات.
وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.